مرحبا بكم. لا تنسوا دعمنا باشتراككم ولايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا. طالب التحق بالمدرسة والمعلم سأله: الثعلب يلد أم يبيض؟ فأجاب الطالب: الثعلب مكار، توقع منه أي شيء. الأستاذ يسأل: ما الشيء الذي لا يذوب في الماء؟ فيجيب الطالب: السمك. بخيل اشترى نصف كيلو تفاح، عض الأولى فوجدها مسوسة، وعض الثانية فوجدها كذلك، فأطفأوا الكهرباء وأكل الثالثة. 3 مساطيل ركبوا طائرة هليكوبتر، فشعروا بالبرد فأطفأوا المروحة. مسطول قبل أن يموت قال: تبرعوا بكل أعضائي إلا المخ. سألوه: لماذا؟ قال: معلش، الذاكرة فيها صور عائلية. قال المعلم لتلميذي: أعطني جملة مفيدة فيها كلمة سكر. قال التلميذ: شربت الشاي في الصباح. قال المعلم: وأين كلمة سكر؟ قال التلميذ: في الشاي يا أستاذ. قال الطبيب للبخيل: خذ من هذا الدواء 4 ملاعق كل يوم. قال البخيل: لكن ليس عندي إلا ملعقتان فقط، فما العمل؟ بخيل بنى مستشفى، فلما رأى الناس يدخلون إليه كثيرا حوله إلى مطعم. قال رجل لرفيقه: لماذا خرقت ثقبا في مظلتك؟ قال: لكي أعرف هل توقف المطر أم لا. قالت السيدة للبستاني: انزل إلى الحديقة واسقها. قال: لكن السماء تمطر. فقالت: إذن خذ معك مظلة. بخيل اشترى هاتفا جديدا، وضعه في جيبه الخلفي وجلس عليه، فسمع صوتا ينكسر، فقال: يا رب يكون العمود الفقري. محشش سأل: ما الفرق بين الأسبوع والصحراء؟ فقال: الأسبوع فيه أحد، والصحراء ما فيها أحد. زوجة تقول لزوجها: يا ليتني تزوجت إبليس ولا تزوجتك. فقال: لا يجوز الأخ أن يتزوج أخته. محشش سأل فتاة: ما اسمك؟ قالت: أسماء. قال: يعني ليس هناك اسم محدد. واحد بخيل كان يأكل فستقا، فطلبت منه زوجته أن يعطيها حبة، فأعطاها حبة واحدة، فقالت له: حبة فقط؟ قال: كلهن نفس الطعم.